سقط 22 ضحية خلال التظاهرات في حي واحد من أحياء القاهرة، هو حي المطرية، وهو واحد من أفقر أحياء القاهرة يعيش الحزن على الضحايا ويطالب بالقصاص من المسؤولين عن مقتل أبنائهم. صور ضحايا ثورة الشباب أصبحت في كل مكان. شباب ضحوا بحياتهم من أجل التغيير، ومن ضمن هؤلاء كان ضحايا المطرية. 22 شابا قتلوا على أيدي الشرطة المصرية في جمعة الغضب يوم 28 من يناير. أحمد عبد الرحيم كان أحد هؤلاء الشباب، لقي مصرعه بعد إصابته بطلقة في القلب أثناء تظاهرة سلمية على بعد أمتار من منزله، ليترك دموع أمه حزينة على فراق ابنها الذي لم يتجاوز 18 عاما. حسبي الله ونعم الوكيل. عيل سهران طول الليل يذاكر، كل ذنبه اللي نازل. صعبان عليه الناس القنابل المسيلة لدموع عينيهم، وباخد ميه بخل ونازل يغسل لهم عينيهم. يقوم الشرطة ربنا ينتقم منهم يا رب، يضربوه برصاصة في قلبه 18 سنة. شهادة الوفاة أكدت أن الوفاة كانت بسبب طلقات حية. أصدقاء أحمد حاولوا إسعافه في يوم الغضب، وكانوا شهودا على بشاعة ما حدث. كان واقف جنبي، ضرب بطلقة حية اللي هي بتاعت الرشاش دي، فوقع، فقعدت أنا أشده، قعدنا نسلمه لبعض لغاية ما راح وأنا بشيله برضه خدت طلقة في رجليا. سلمناه لبعض لغاية ما وصل المستشفى، عمر ما وصل المستشفى كان توفى. هؤلاء هم أهالي الذين قتلوا في هذه الساعة. هذه الأم تلقت خبر تنحي الرئيس السابق مبارك عن الحكم، ولكنه لم يوقف دموعها، بل ضاعف شعور الجميع بضرورة تطبيق القصاص. يجي اللي ضربوا نار يقولوا مين اللي أمرهم بضرب النار؟ احنا ما نعرفوش. هيفي العدل رئيس الجمهورية يبقى رئيس الجمهورية. احنا عايزين مين اللي قتل شاب زي ده؟ سايب 3 أطفال، سايبهم بنت عندها 2.5 سنين. سكان المطرية يطالبون الحكومة المصرية الجديدة بتعويض رمزي، ليس مالا بل مسجدا يحمل اسم شهداء المطرية. مطلب ليس بكثير على أرواح شباب ساهموا بدمائهم في أحداث ثورة التغيير. أحمد عثمان، العربية، القاهرة.